بتركن عربيتك كتير تحت شجر؟ طب خد بالك ان دي من اكتر الحاجات اللي تعمل لك مشاكل في دهان عربيتك وتقلل لك من قيمه عربيتك وقت اعاده البيع. وده لان صمغ الشجر وفضلات الطيور فيها نسبه عاليه من الاحماض. فضلات الطيور فيها نسبه عاليه من حمض اليوريك اسيد، وده تاثيره قريب جدا من تاثير ميه النار. لو اتثابت على دهان عربيتك فتره طويله بالظبط كانك سايب ميه نار خام على الدهان وسايبها. النهارده معانا العربيه الام جي 4 اتركنت تقريبا اسبوع تحت شجر وللاسف اتثابت من غير غسيل. كل ده تاثير صمغ الشجر. المشكله في السقف واضحه اكتر. تعمل ايه بقى لو حصل معاك كده؟ اول حاجه انك تغسل عربيتك. طب لو البقع فضلت موجوده او التفاعل اللي حضرتك شايفه ده ما تشالش مع الغسيل، لازم تعمل كومباوند وبولش لدهان عربيتك، لان التفاعل ده او البقعه دي لازم يحصل عمليه تسخين للدهان علشان البقعه دي تتشال، لانها لو اتثابت التفاعل ده هيكون اعمق في الدهان وللاسف مش هيكون ليه اي حل. هنخلص العربيه ونوريها لكم في الفاينل. دي النتيجه النهائيه في نانو فور لايف. والخلاصه اهتم بعربيتك واعمل لها حمايه عشان ما تخسرش من قيمتها وقت اعاده البيع. شكرا لكم.